السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده استعرض مع حضراتكم حاله صديقنا بعد مرور سنه من زراعه 3000 جراف لصلع من الدرجه السابعه. تعالوا كده نشوف صوره قبل وبعدين نشوفه بعد. ده شكل صديقنا من الامام قبل، وده شكله من الجانب واضح الفراغ، وده شكله من الجانب الاخر، ودي صوره من الاعلى. الحمد لله تم تخطيط المنطقه وقطاف 3000 جرافت والحفاظ على المنطقه المنحه. وتعالوا دلوقتي نشوف شكله بعد سنه من العمليه. الحمد لله ده شكلنا دلوقتي بعد تقريبا سنه من العمليه، صح؟ ما شاء الله. ايه رايك بقى في النتيجه؟ لا، النتيجة كويسة. استاذنك تبص يمين كده نشوف خط الشعر زي ما احنا شايفين. ما شاء الله يا جماعه خط الشعر طبيعي جدا اهو. بص الناحيه الثانيه ما شاء الله. استاذنك تبص لتحت كده نبين للناس الكثافه زي ما احنا شايفين. ما شاء الله الكثافه يا جماعه ما شاء الله ممتازه جدا، الدنيا طبيعيه. لسه بس الجزء الخلفي اللي ما اتزرعش ان شاء الله نحدد له ميعاد قريب ان شاء الله. الناس بقى لما تشوفك بتسالك على العمليه، حد بيتخيل انك زارع اصلا؟ لا، محدش بياخد باله. ولا حد يعني مثلا قال لك لو انت مثلا داخل وسط ناس ما يعرفوكاش محدش بياخد باله انك عامل اي حاجه اصلا؟ لا، محدش بياخد باله. حاسس ان التجربه دي كانت سعيده معاك، غيرت في حياتك؟ كويسة وغيرت من شكل كتير. الحمد لله. تحب تقول حاجه للناس؟ يعني أنصح الناس إنها تزرع، يعني لو عندها مشكلة في الشعر أو كده. الأمر بسيط يعني. ان شاء الله. شكرا جدا ليك يا رب.